بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل الجزيرة أصبحت هي لسان الكيان وبقت المتحدث الرسمي بدل أفخاي أدرعي والعقيدة أيلة ولا اسمها ايه اللي بقت مكان أفخاي دي؟ تبص للطريقة بتاعت الجزيرة في تناول الأحداث الأخيرة خصوصا، هتحس إن هي أصبحت المتحدث الرسمي باسم الكيان. فتبص مثلا للخبر ده بيقول لك: هل أطلقت إيران صواريخ باليستية من قواعد تحت الأرض في الحرب بتاعت أمريكا وإسرائيل؟ تصويب. هنا تصويب، تحس إن الكلام غلط، فبقول لك مضلل: اللقطات قديمة لا ترتبط بالحرب الحالية، بتعود ل24 واتنشرت ضمن مواد إعلامية مرتبطة بحزب الله ومموهة تحت الأرض واستعداد قتالي وكده. والمقطع التاني لسنة 2020 في المناورات بتاعة النبي العظيم 14 للحرس الثوري الإيراني. طيب، هنا معنى الكلام ده إن بالفعل الموضوع ده موضوع حقيقي، بس هي الصور قديمة. يبقى إيران ما أطلقتش صواريخ من قواعدها تحت الأرض في الحرب الأخيرة ديت، وإن الصور قديمة. طب ما هو بيستخدموا نفس الاستراتيجية، وحتى في حزب الله بيستخدم نفس الموضوع. فهو الطريقة واحدة، لأن إيران نفسها عندها مدن صاروخية تحت الأرض. فهنا إنك أنت تقول تصويب وإنه مضلل وكأن ده شيء معمول بالاي اي مثلا، أو إن هو شيء خطأ من الأول. هو مش خطأ، هو بس قديم. انت كده بتستدعي ان الموضوع من الاصل خطأ، لكن هو مش خطأ. طبعا يا جماعة، عشان بس ما نظلمش برضو الجزيرة يعني تحت ضغط هائل من اول بالظبط كده. لو انت حسبت الموضوع هتلاقيه من اول محاولة اغتيال الوفد بتاع حماس في قطر. ده كانت رسالة من الكيان لقطر ان احنا نقدر يا تميم ان احنا نغتالك جوه القصر بتاعك. طبعا قطر كلها على بعضها دولة صغيرة في الحجم، ودولة يعني فيها اكبر قاعدة امريكية اللي هي قاعدة العديديد دي. بالرغم من ان اكبر قاعدة وان كل الرادارات اللي فيها رادارات امريكية ونظام الدفاع الجوي فيها امريكي، الا ان الطيران الاسرائيلي لما هاجم الفندق اللي كان فيه الوفد بتاع حماس، كل الرادارات خلاص اتعمت. ولو احنا نفتكر اياميها طلع دونالد ترامب البرتقان المجنون ده وقال لامير قطر: معلش يعني، وانا خدت من بيبي اللي هو نتنياهو وعد بان مش هتتكرر تاني ومش عارف ايه. بس خلاص كانت الرسالة وصلت ان انا كاسرائيل او كالكيان يعني اقدر ان انا اوصل لك حتى لو في القصر بتاعك. فخلاص هو تميم فهم الرسالة. فبالتالي معلش احنا مش يعني هنتحامل على الجزيرة اكتر من كده. بس يا جزيرة، انت نسيتي حاجة: ان اغلب الناس المتابعين ليكي ناس مثقفين اصلا، وانت كنت سبب في نشر الوعي وارتفاع الوعي عندهم. فمش اي شيء هم هيقبلوه منك، مش هتبلعيهم شيء غصب عنهم. فحكاية التصويب والكلام ده، وهي والله العظيم بيعانوا يا عيني، انا عارف يعني. حتى دلوقتي غصب عنهم انا بحس ان المذيع وهو بيتكلم كده بيبقى بيتكلم كلام هو نفسه مش مقتنع بيه. وبيجي مثلا عند بهم بيجيبوا خبراء بيستضيفوهم امريكان، وبيجيب ناس خبراء من امريكا على الهاتف يعني، او على البث المباشر بالانترنت. بتحس ان هم ناس كلهم ناس متعصبين. فالخط الاعلامي ده الجزيرة نفسها عاملاه غصب عنها. فخلاصة الكلام يعني في دول اكبر منها بكتير ويعني خضعت لترامب. ربنا يا رب ينتقم منه ونخلص منه، وللكيان طبعا. فبالتالي مش هتيجي قطر هي اللي هتعمل 7 رجاله وهتقف قدام امريكا واسرائيل يعني. فهي معذورة معلش يعني. الا انه والله فيها بواقي برضو انها ايه، مش قادرة تنسى المهنية بتاعتها. هي في الاصل اصلا قناة مهنية، خلينا يعني حقانيين. وهي برضو وقفت جنب الثورات العربية، وهي اللي كانت المنبر الاعلامي لحركة حماس وللمقاومة في فلسطين.
وكانت بتغطي كل الحاجات اللي باقي القنوات ما بتغطيهاش، فكانت تغطيتها كانت تغطية محترمة، على عكس مثلا قناة زي العربية اللي الناس مسمينها العبرية. فدلوقتي هي بدأت تاخد خط شبه العبرية، فاحنا يعني هنلاقي لها يعني المخرج من ده او العذر من ده، انها زي ما قلت لك كده، انها يعني تميم خايف على نفسه. خلاصة الكلام يعني الرسالة من الكيان الإسرائيلي واضحة، وإن ترامب راجل مجنون ما بيهزرش. يعني إذا كان خطف مادورو بتاع فنزويلا من القصر بتاعه، هيعمل فينا احنا ايه كدولة قطر على قدها وفيها أكبر قاعدة أمريكية؟ فمعلش يا جماعة، هم معذورين برضه.